السلام عليكم الزينات، مرحبا بكم دائما مع خالتكم. اليوم جبت لكم طوندونس الكيكه اللي راهي دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. جبتها لكم على طريقتي، نتمنى تجربوها بناتي وخواتاتي. هاد الكيكه اللي راهي دايره حاله كيكه البركان، تجي شابه وتجي مقطنه وتجي خفيفه. نبدو على بركه الله، بسم الله في وصفتنا. شان نحتاجو لنا؟ نحتاجو كاس ماشي معمر تاع سكر مع 2 حبات تاع بيض، والبيض يكونوا في الكوزينه، يكونوا على درجه كما نقولوا ما يكونش فريجيدير باش تفهموني. والكاس تاع السكر نضربوا غايه 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 هذاك الخليط تاع البيض البيض والسكر حتى يولي لنا ابيض. نجيب هنايا كاس غير ربع تاع زيت. الباتر راهي تخدم، راهي تدرب، وانتيا راكي تحطي في الزيت باش هكا يتخلط لك غايه، وتاني يعطيك القوام اللي راكي باغيته تاع الكيكه. كيكتنا تجي مقطنه وتجي شابه وما غاديش تشبعوا منها. غير جربوها وما تخافوش. اللي ما جربتش هذه الكيكه غادي تراطي بزاف. درنا الكاس غير ربع تاع الزيت ودربنا غايه غايه غايه. زدنا كاس تاع حليب يكون دافي، ماشي حامي يغلي وماشي بارد من الفريجيدير، يكون دافي زعما تحطي فيه صبعك تقدري، يكون دافي. مالغري راه الحمى نحتاجوه دافي لهاد الكيكه. نحطوا داك الكاس تاع الحليب مباشره ونبقوا نضربوا تاني بالباتير تاعنا. واللي ما عندهاش الباتير تنجم تخدم غير بالضرب اليدوي، معليش. نجيب هنايا الحواف كاع تاع البول تاعي نهوده كيما هكا بالسباتيلا، ونجيب هنايا لافاني. عندي هنايا مغرف معمره تاع قهوه تاع لافاني، حطيتها. حطيت 2 مغارف كبار بومبي تاع كاكاو المر. عندي هنا النوعيه المليحه، ماشي هذاك المارون الكلير، لا مارون شويه. رشه الملح ضروريه لتعديل الطعم. وزدت هنايا 2 مغارف كبار تاع مايزينا مقبين كيما هكذا. كيما نقولوا غربلتهم كاع ما يديروليش هذوك الكرات. وراني ندرب في الخليط تاعي، ندربه كيما نقولوا بالباتر. وتنجمي تضربيه غير بالفوي. انا غير من يديا ضاريني ما نقدرش نبقى نخدم بالباتر بزاف. نجيبو هنايا الفرينه تاعنا ونبقوا نغربلو فيها على هذا الشكل. هنا الفرينه لازم تكون مغربله، مارغري تكون مغربلتها نعاودوا نغربلوها. درت هنايا الكاس الاول وزدت الكاس الزوج. هنا بعد ما بقات لي شويه تاع فرينه درت 2 تاع ساشي تاع خميره الحلويات اللي هي الفرفره 20 غرام بناتي. درتهم على الفرينه وغربلتهم معاها باش يدخلوا غايه. وجبت هنا الفوي وراني نخلط في الخليط باش يتجانسني كاع المكونات تاعي. هنايا والله بناتي وخواتاتي قعدت ندرب يدي ضرتني بزاف. جبت الفوي وكملت بها، ما قديتش للفوي. جبت دوك تشوفوا معايا، جبت الباتر وكملت بها باش تجيني حاجه مليحه. هنايا كي دخلت قاع ديك الفارينه كلشي باش ما طيرليش بوطاجي، كملتها. جبت الباتر ضربتها واحد شويه غير شويه باش الخليط تاعي يجيني كاع منسجم ويجيني كاع كيف كيف، باش هكذا الكيكه تاعي تجيني مقطنه وتجي شابه. زدت هنايا مغرف تاع خل تاع قهوه معمره. هنا الخل يعطينا ديك الهشاشه، وهذيك كي تقطعيها تجيك مفته وتجيك كما يبغي خاطرك. هنا ضربت غايه، جبت سباتيل نهودو كاع الاطراف كما هكذا. هذه المرحله ضروريه باش الخليط تاعك تشوفي لا باقي فرينه لا باقيش حاجه كاع يهود لك. خلطتها كما هكذا. شفتوا معايا القوام تاع الخليط تاعنا. نروحوا هنايا للمول اللي باغي نحطوه فيه. درت له هنايا شويه تاع مارغرين في الاطراف، وجبت هنا حطيت له بابي كويسون، وراه غادي نحط فيه الخليط تاعي مباشره في البلان اللي باغي ندخلوه للكوشه. والكوشه تاعنا راهي شاعله مسبقا باش تحملنا غايه وتعطينا نتيجه شابه لهذه الكيكه. نحطوها على جهه بناتي وخواتاتي، ونروحوا للمرحله الثانيه اللي هي الكريمه نحتاجوا لها 2 كيسان تاع حليب، يعني نص يوطرو تاع حليب. هاد الكيسان يردو 250. عندي 500 تاع حليب، يعني نص يوطرو. نجيب معاها السكر هنايا انتي وحلاوتك. تبغي تجيك حلوه بزاف كتر السكر، تبغي ما تجيك متعادله ديري 3 مغارف كيما درت. وجبت هنايا علبه تاع فلون وزن 50 غرام ذوق ليمون. درت هنايا المايزينا، درت 2 مغارف كبار معمرين، وغادي نخلط بارد في بارد باش ما نديرليش هذوك الكوتال. درت بارد في بارد وخلط غايه. زدت لافاني وراني نحرك كيما هكا وندي نحطها فوق النار.
الكريمه كاع تعرفوا تخدموها وتجيكم سهله. نخلطوها مليح 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 وما نسهوش عليها، نعسوها. لو كانت تسهي عليها غادي تنحرق لك ويعطيك مذاق مر، ما تجيش شابه. نخلطوها غايه غايه. وهنا شوفوا هذا اللون هنايا تاع الفلون ذوق ليمون. بناتي وخواتاتي حسيت روحي راني نصور وانا ما صورتش، راني حطيت لكم غير كيما نقولوا الوزن تاعها 50 غرام اللي نديروها تاع الفلون. الفلون هذاك نواره درته عطاني مذاق ولا اروع. نجيبو هنا الخليط تاعنا الاول اللي كنا حاطينه فوق البوطاجي، هويتها شويه ديك الكريمه، هويتها باش شويه يروح لهذاك الحمان، وراني نحط فيها في الوسط كيما هكا. انا ما عرفتش بلي غادي تعطيني ديك النتيجه الرائعه تاع هاد الكيكه. انا درتها وقلت نشوف هاد الكيكه اللي راهي دايره ضجه، قلت علاه ما نجربهاش. جربتها لقيتها ولا اروع. قلت نبارطاجيها لبناتي وخواتاتي وتجربوها نتوما تاني كيما انا جربتها، وجاتني ما شاء الله، جاتني شابه 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 بزاف. دخلتها الطيب طابت لي من تحت ومن الفوق، شعلت عليها كيما هكا غير شويه قد ما نشفت لي من الفوق، جات تتفتت غير وحدها كيما راكم تشاهدوا. حطيتها هنايا فوق البابي كيما هكا، قلعت لها داك بابي كويسون باش كي نقطعها ما تغبنيش. وغادي هنا نزينوها مع بعض بناتي وخواتاتي. ولكن نصيحتي لكم خلوها تبرد، ما تعجلوش عليها كيما انا خليتها شويه عاد كي دافيه قريبه تفتت لي. نتوما خلوها تبرد غايه 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 عاده باش تروحوا تزينوها باش تقلعوها من المول. هنايا جبت الشوكولا طاغتيني اللي كانت عندكم واجده، الكلاصاج اللي كان عندكم، وراني ذوبتها عفوا في الميكرووند شويه باش تطلق لي كيما هكذا. وراني ندير فيها في الحواف لهذا الشكل. وانتم التزيين يبقى عندكم، يبقى اختياري. كيما تبغي تزيني الكيكه تاعك تزين، تقدري ديري لها غير شويه سكر كلاص كيما هكذا وتاكليها انت ولادك مع قهوه العصر ما شاء الله. اللي جربت هذه الكيكه بصحتها، وان شاء الله تعجبكم الكيكه تاع اليوم. نكملوها بهذا الشكل كيما هكذا غير بالشوكولا، تجي ولا اروع، تجي بنينه بنينه بنينه. درت لها هذه الخطوط فوق الكريمه، عطيتها هذا الشكل كيما هكا. كل واحد واش بغى يدير، تبغي تغطيها كاع بالشوكولا غطيها كاع بالشوكولا. انا بغيت نخلي هذاك البركان تاعها هذيك يبان باش هكذا. هذه كيكه تاع بركان، علاش خليناها كيما هكا؟ لو كان نغطوها ما تبناش باللي بركان. جبت هنايا الفيرميسيل كانت عندي، وانتم كان عندكم لوز، كان عندكم كوكا وايفيلي، ديروه لها. ما عندكمش كيما قلت لكم خلوها سامبل وتعطيكم الذوق اللي راكم باغيينه. زينتها بهذا الشكل ونشوفوها مع بعض في صحن التقديم. بناتي وخواتاتي هذه هي كيكتنا روعه ما شاء الله، شهيتكم في الجنه. غير جربوها ما تخافوش منها، تجي في قمه الروعه. هنا غادي كيما قلت لبناتي نقطع معكم مورسو وشوفوها معايا كيفاش جات. تحطيها للضياف، تحطيها لقهوه العصر، تحفه فنيه وصاي. نقطعوا كيما هكا مورسو. انا ما بردتليش غايه. نتوما خلوها تبرد، نصيحتي لبناتي خلوها تبرد غايه. شوفوا كي تجي ديك الكريمه تجي روعه. الهشاشه ما نقولكمش، والمذاق لا يوصف. جربوها بناتي وخواتاتي. نتمنى تبارطاجوا لا فيديو مع خواتاتكم ومع حباباتكم مع صحاباتكم باش لا فيديو تاعي يطلع وتشوفه كافه الناس. انتوما تستفادوا وحنا نستفادوا، وان شاء الله وصفتي تاع اليوم تكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في وصفات اخرى ان شاء الله مع خالتكم.